السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع بعض ان شاء الله النهارده هنقضي يوم جميل جدا ولذيذ ومختلف. يوم عيد ميلاد مريم بنتي، كل سنه وهي طيبه يا رب، وكل اولادنا بالف خير وصحه وسلامه. عايزه اقول لكم ان ده ترتيب الانتريه بتاعي وريسبشن، شايفين؟ بس انا عايزه اغير النظام. دي المصليه بتاعت الاء بنتي، كانت جدتها جايبها لها من العمره، صغنونه كده على قدها، وعايزين نشوف النظام مع بعض، عايزين نغيره ونشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. عايزه اقول لكم ده الباب عليه اسماء الله الحسنى، كان والدي الله يرحمه يا رب عاملها لي، جميله جدا. لا بحس ان هي بركه كده في البيت وجميله خالص. ربنا يرحمه يا رب ويجعله في ميزان حسناته، اللهم امين. عايزه اقول لكم كمان ان ده دي السفره والنيش، وده كده الديب فريزر لانه ملوش مكان تاني الصراحه غير ده، والجزامه. فانا عايزه اغير النظام، فانتوا شفتوا النظام بتاعي علشان ان شاء الله وباذن الله هغيره، وقولوا لي رايكم فيه ايه. النهارده يوم جميل وفيديو جميل خالص. احضروا معايا للاخر وتابعوا الفيديو للاخر، هيعجبكم جدا وهتشوفوا حاجات هتعجبكم ان شاء الله. وهقفل معاكم الفيديو دلوقتي علشان اغير النظام وارجع اوريه لكم، قولوا لي ايه رايكم فيه، يا رب يعجبكم ان شاء الله. بعد ما غيرنا النظام بتاعنا ايه رايكم؟ السفره جبتها هنا مكان الانتريه، والشاشه بقى مكانها هنا. دي الغساله بتاعتي، والانتريه جزء منه هنا وجزء منه انا حطيته هنا. سايقه الاء، شايفين الشكل؟ ايه رايكم؟ الغساله دي انا عايزه اقول لكم انا ما بستعملهاش والله، ببيعها. فتحنا الشباك بقى عشان يهوي ويدي طراوه كده ويغير جو البيت. عموما انا بحب دايما التغيير وبحب دايما ان انا اغير في الشكل، ولكن انا عامله النظام ده بس علشان خاطر العيد ميلاد. وده كفر الانتريه، انا جايباه حوالي من 3 4 شهور. كويس جدا الصراحه وبيحافظ على الانتريه. كنت هفرشه، اولادي لقوني مش فاضيه قالوا لي هات يا ماما احنا نفرشه، خليكي انت شوفي اللي وراكي. ربنا يحميهم ويفديهم يا رب، ويحمي اولادنا جميعا يا رب، ويبارك لنا فيهم ويخليهم لنا، اللهم امين يا رب. وهنا بقى الابطال بيستعدوا لعيد ميلاد وبيرصوا الترابيزه بتاعتنا الجميله. برافو عليكم يا شباب، بودي ومريومه وجيجي، عسل، ربنا يحميكم. اي يا اخي، ايه صاحبي يوسف المسكر. مريومه والتورتايه السقفة القوية. الله. الله الله الله. صورة جماعية. بس انت منورة الدنيا يا ماما. بنورك انت واصدقائك يا مريومه وحبايبك كلهم، ودي اختك واللي حبت تتصور معانا في الصوره، نورت الدنيا. عمته فين؟ التورتيه اللي ماما عملتها لي. هنقطع التورتايه، تا 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 تا. لذيذة جدا. اخويا الكبير هو يوسف، ربنا يحميهم ويفديهم يا رب.
مصطفى اخويا. هي حلوة جدا. ودول بقى اصدقاء مريم واخواتها بيدوها الهدايا بتاعت العيد ميلاد. كل سنه وهي طيبه يا رب. والله بتبقى فرحه يا جماعه جميله جدا بلمه اصدقائها وقرايبها حوالين منها كده، جميله بالدنيا وما فيها والله. وانا بفرح جدا. وطبعا نورتني وشرفتني امي حبيبتي على دماغي من فوق، هي واخواتي نوروني النهارده، واهلا وسهلا باي حد ينورني. واليوم كان جميل جدا فعلا والله. ما حكايه العيد ميلاد بجد كفايه اللمه والفرحه، حاجه جميله خالص. ربنا يحملنا اولادنا جميعا يا رب ويفرحنا بيهم كلهم، ونشوفهم دايما في كل خير وصحه وسلامه. اللهم امين يا رب. ال11 سنة ما شاء الله، عقبال ال100 يا رب ليكوا كلكوا يا حبايبي ان شاء الله. فعلا كان يوم جميل. بنت بتستنى اليوم ده اساسا من السنة للسنة علشان بس تشوف وجودكوا جنبها يا حبايبي. نورتوني وشرفتوني. مريومة زهقت من الهديم اللي في ايديها، تعبت منه يا عيني. والله بجد يا ماما. بنحبكوا حبايبي، باي. هدايا عيد ميلادي من أصدقائي ومامتي وبابايا واخواتي وتيتا وخاله، يا رب يخليهم ليا. وماما حبيبتي عملت لي التورتايه الجميله، تسلم ايديها. باي باي.